شلونكم؟ اليوم سويت لكم فطائر الطاوة بطريقة سهلة سريعة بنات، الطعم يجنن. أطيب أنواع الفطائر اللي مسويتها هي هاي الوصفة. بالبداية كيلو طحين، خليت عليه خمرة وخاشوقة شكر ورشة ملح، خليت نص استكان زيت أو زيت الزيتون وأعجنها بالحليب. أبدأ أعجن لحد ما تشكل عندي هاي العجينة، راح تشوفوا أتركها تتخمر مدة 45 دقيقة. للحشوة بصل لحم مفروم، خليت معجون طماطة وخليت علبة من القشطة وشوية ماي، صارت بهذا الشكل. فتحت العجينة الأولى، خليت جبن وخليت الحشو اللي أنا سويته، وخليت عجينة ثانية من الشنق اللي أنا سويتها. لازم تسووها يعني رفيعة العجينة، تفتحوها. تحبون بالطاوة أو تحبون بالتندوري؟ أنا استخدمت هنا التندوري لأن هو اعتبرته طاوة بسرعة بنات، تاخذ لون وتطلع مستوية وذايبة وتجنن. صدق أنصحكم بيها. علينا وعليكم بألف عافية. إذا عندكم ملاحظة أو استفسار كتبوا لي بالتعليقات.